has got وhave got بيجي بعديها اسم الشيء المملوك. ركز معايا تاني، تعالالي، انا عندي حاجه اسمها يمتلك، يعني has got وhave got. يا مستر يحيى انا امتلك ايه؟ لازم احط اسم الشيء المملوك. اسم الشيء المملوك معناها يعني الحاجه اللي انا بمتلكها. انا بمتلك يا مستر يحيى عربيه، انا بمتلك كمبيوتر، صح؟ يبقى يمتلك يعني has got وhave got بيجي بعديها اسم الشيء المملوك. صور يا بطل الحته ديت في ذهنك. مستر يحيى المصري قال لي يمتلك has got او have got. الهاز بتيجي مع المفرد والهاف بتيجي مع الجمع، واحط بعديها اسم شيء مملوك. مستر يحيى خد بالك ان هي مش جت عشان يجي في الامتحان يلخبطني، يقول لي has